السلام عليكم ومرحبا بكم على مطبخ وتدابير قسنطينية. وصفتنا للنهار اليوم وهي عبارة عن تدبيرة ومهمة جدا جدا جدا، يعني بالبزاف لحياتنا اليومية. على بالكم باللي الأجبان في الجزائر يعني غالية بالبزاف، ومع الغلا هذا زاد ضعفت، يعني يعني سومتها عادو ضربت في زوج. لهنا جبت لكم هذه التدبيرة، يعني من خلال كما يقولها على بالكم بيا بلي راني أنا تاني وأنا تاني نحب نوع الماكلة لوليداتي والمولابيتي، وعلى بالكم بلي لهنا في الجزائر ما نقدروش نوعو مع هاد الغلا. اليوم نقولوا بسم الله كما يقولها على بركة الله. نبداو اليوم في تدبيرة تاع نضاعفو، كيفاش نضاعفو الموتزاريلا من كمية قليلة تاع الموتزاريلا، نضاعفوها نزيدو لها مكونات وحيد اخرين ونضاعفوها وتعود عندنا كمية لاباس بها يعني في الدار. لهنا عندي يطرح حليب تاع البقرات، تما جبتها انايا وحطيتها في الفريجيدير وخليتها الصباح، جبتها اللي خليتها دابت شويه ونحيت منها الكميه هذه. دوبت فيها 200 غرام تاع نشا. لهنا عندنا 200 غرام تاع نشا، دوبيه مليح في الكميه تاع الحليب في كاس ولا زوج كيسان حليب من الليطره هذيك، ومن بعد ساعة رجعيهم على الحليب اللي كاين. شوفي لهنا النار راهي دليله خلاص، وحطيها في كيما نقولها ببوطه تكون ثقيله وما تلصقش طبعا. لهنا خلطي كل شيء في البارد، في بارد النشا والحليب البارد، خلطيهم مليح ولازم تكوني كيما نقولها متفرغتلو، يعني باش توقفي معاه يعني غير هو. ولهنا كي يدفالك شويه تاع الحليب زيديلو 150 غرام زبده. عندك تا البقرة تحطي، ما عندكش تا البقرة تستعملي الزبده العاديه طبعا، وتحركيهم مليح حتى تذوب لك هكا زبده. وزيدي ضيفي لهم 200 غرام تاع جبن موتزاريلا. صدقوني مع هاد الغلا انا شريت 300 غرام ب 75 الف، يعني جبت لكم هذه التدبيره. يعني اوليو اللي نشريو ب75 الف نخدمو في الدار نشريو ب200 غرام ولا نشريو ب300 كيما هكا ضربه واحده. بصح من بعد ساعه نضاعفو، يعود عندنا كميه كبيره في الدار ونقدروا نخدموا بها، يعني ونوعوا بها الماكله لوليداتنا كيما نقولها في دويرتنا. وبربي ان شاء الله يعني نزيدوا كيما يقولوها نديروا الاجبان وحيد الاخرين كيما نقولها شيدار ولا روجي ولا الجوده، ولا بربي ان شاء الله، ولا الجبن الطري ولا جبن مثلثات، بربي ان شاء الله الكل نخدموا مع بعضنا كل ما تتيح لي الفرصه. لهنا تحركي تحركي قد ما يسخن الحليب، قد ما يبدا الموتزاريلا هذيك تطلق روحها وتبدا تندمج مع مع النشا. وانتي تحركي تحركي حتى تولي لك كيما يقولها ما تنحيش يدك منها حتى تولي لك كتله وتعود ما تلصقلكش كيما يقولها في الببوطه تاعك. تحركي والفيديو كيما يقولها راهو واضح، يعني انا ما حبيتش يعني نقص يعني وقاعده نوضح لكم يعني خطوه بخطوه هكا، باش نقدروا كيما نقولها نوفروا في دويرتنا ونقدروا ناكلوا حاجه مع وليداتنا مع هاد الغلا. شوفي لهنا كي تلمت وبدات تتلم كيما يقولوها، لازم حتى تولي لك كتله وما تلصقلكش خلاص في الببوطه كيما راكي تشاهدي هكا. تشوفي مليح كيما يقولوها وهاكي تشوفي فيها مش قاعده تلصق في الببوطه. حطيتها على نار دليله، وقفي معاها الوقفه اللي توقفيها اللي كيما قال لك تقعد لك كيما تقعد لك. ولا هنا تجيبي القالب تاعك، انا جبت القالب تاع الكيك هذا ودهنته بقليل من الزيت، يعني باش كي تحطيه يعني ومن بعد ساعه تقلبيه ما كيما يقولها ما يلصقلكش. عفوا. وتعدلي الوجه تاعو مليح وتغطيه بالبابي فيلم وتحطيه في الفريجيدير تاعك لمدة كيما نقولها 24 ساعة، ولا كيما نقولها تخدميه صباح تحطيه في الفريجيدير يبرد لك حتى العشية، ولا تديريها في الليل الغدوة صباح. أنا درتو صباح خليته الغدوة صباح، كيما نقول على بالكم بلي مع الشغالات تاع الدار والدنيا خليته حتى الغدوة هكا وتحطيه. على بالكم بلي مع الغلا هذا ما نقدروا نديروا والو، ما تقدريش تحركي، ما تقدريش كيما نقولها تجي تنوعي، تجي ديري كاش كغاتان، تجي كاش حشوه بالفرماج، تجي ديري كاش كيما نقولها
آآ حشوات هكا كيما يقولها ديري فطائر، ديري بالحوايج اللي فيهم الفرماج، على بالكم حنا لهنا في الجزائر راهو الغلا ما نقدروش نتحركوا يعني بأي نوع، كرهنا غير من الحاجة تاع الزيت ولا حاجة وحدها ولا. أنا جبت لكم هذه التدبيرة، مادام لقيتها كيما يقولها تساعدني بربي إن شاء الله تساعدكم، وعلاه ما نخدموش ونقتصدوا في ديارنا، ونلبيو حنا تاني في ديورنا ونخبيو كيما يقولها ونقتصدوا بالشي اللي كان. وهذا المضاعفة تاع الجبنة هذه كيما يقولها ما تعولوش عليها باش تقولوا بالك يعني كيما يقولوها راهي تطوط لنا كيما الدوريجين. هذه ماهيش دوريجين، راهي مضاعفة باش تطوط لك. من بعد كي تشوفي معايا على كيف حتى طوطت لي انايا وخليتها تطوط. لهنا شوفي لهنا من الكميات اللي من يطرما 200 غرام نشا، 200 غرام موتزاريلا، 150 غرام زبدة. طبعا وكي خلطناهم شوفي النتيجة باللي راهي كيما يقولها كيلو و448 غرام. لهنا كي تشوفي لهنا قطعته الله يبارك ما شاء الله عليه وتبرش لك لهنا، تبرشيه وتخلطيه مع أي جبن عندك. عندك كمية تاع شيدار، عندك كمية تاع روجي، عندك كمية تاع جودة، يعني باش تحصلي على كيما نقولها نوعية رفيعة من الجبن، الكغاطا تاعك ولا الحشوات. وبربي إن شاء الله حتى نزيدو نعتلكم ونجيب لكم كيما يقولها كيف حتى نضاعفوا الفراميج الأخرى والأجبان الأخرى. لهنا درت مزيج ما بين الموتزاريلا الجديدة تسمى دوريجين وما بين الموتزاريلا اللي خدمت باش يعني تطعميها وتنوعيها. شوفي الله يبارك كي تعود عندك مزيج راهي يطوط لك كيما تاع برا، بصح ما يكونش وحده، يكون معاه. انا خلطت معاه نفس الموتزاريلا لانه كانت عندي غير زغيبه الموتزاريلا في الدار، صدقوني عندي غير زغيبه اللي خدمت منها بها معاكم، واللي خليت هذيك 100 غرام اللي قعدت. يعني درت خليط باش نعتلكم كيف حتى تتحصلي على التطوات هذا ودير ومن بعد ساكم تشوفوا معايا كيف درت هذاك الكغاتان اللي درتو لوليداتي. لهنا كي تقطعي الموتزاريلا تاعك على بالك بلي الموتزاريلا صامتة، باش يبنوها كل ما يخدموا الموتزاريلا على بالكم تشوفوا باللي الموتزاريلا كي يخدموها اصلا صامتة، كي يخدموها ويخلصوا ويكعبروها يحطوها في الماء والملح باش تبنان. حطيها في الماء والملح باش تبنان، حطيها لواحد 24 ساعة ومن بعد ساعة راكي كملي معايا الفيديو باش تشوفي الخطوات كيفاه نستحفظ بها في الفريجيدار. انا هذه درت الكميه كبيره البورتمونجي ما كفاتليش قسمتها على زوج. واللي وصلت معايا للمشاهده للفيديو حتى لهنا نقولها اذا كنت ما كنتيش مشتركه اشتركي وكما يقولها وشرفينا بالاشتراك تاعك. والمشتركين تاوعي نقول لهم راكم في القلب وراكم ديما معاونيني والقناه راهي طالعه بيكم ومعاكم يعني واصله كما يقولها الله يبارك ما شاء الله هي جايه بدعواتكم الوالديه اللي كما يقولها علي جالهم كما يقولها حليت القناه وكما يقولها وباهتمامكم بيا واهتماماتكم كما يقولها كما يقولها لي كومونتير اللي تزيدوا لي كما يقولها في المعنويات. ونقول لكم ربي يبارك لكم اجمعين. لهنا كما شفتوا كما شفتوا الكغاتان اللي طيبتو لوليداتي يتكل يعني ديري به واش حبيتي. ولهنا كيفاه تستحفظي بالفرماج من بعد 24 ساعة في الماء والملح. تجبدي تجيبي البابي فيلم تاعك وتحطي القطع هذوك في البابي فيلم وتسحبي بهم بالثلاجة. كل ما تجي تخدمي شوفي الله يبارك ما شاء الله تكون عندك كمية وفيرة وتخدمي واش حبيتي. ونقولكم وصلتوا لحد هذا نقولكم مع السلامة.